النهارده جاي اقول لكم على اغلى 5 عربيات في العالم. رقم 5 الباجاني الهويرة الرودستر البي سي، ودي بتيجي بسعر 3 مليون و500 الف دولار، ودي عباره عن كتله من الكربون فايبر مع دعامات التيتانيوم، ودي بتيجي بمكنه 12 سلندر توين تيربو او باي تيربو 6000 سي سي. الموتور ده بيطلع 800 حصان. الموتور ده بقى من انتاج مين يا جدعان؟ ايوه، من انتاج المرسيدس. كم انت عظيمه ايتها النجمه. رقم 4 البوجاتي ديفو او البوجاتي النجمه، ودي بتيجي بسعر 5 مليون و800 الف دولار، ودي بتنزل بمكنه 16 سلندر 4 تربو 8000 سي سي. الموتور ده بيطلع 1500 حصان، بيخلي العربيه بتجيب من 0 ل 100 في ثانيتين وسيكه او 3 ثواني الا سيكه. رقم 3 البوجاتي الشينتو ديتشي او البوجاتي ال 110، ودي عملوها احتفالا بمرور 110 سنه على تاسيس شركه بوجاتي، ودي بتنزل بموتور بيطلع 1600 حصان وبتجيب من 0 ل 100 في ثانيتين وهفوه، مش ثانيتين وسيكه بقى، لا ثانيتين وهفوه. بوجاتي لافواتير نوار او بوجاتي السودا، ودي بتنزل بمكنه يا 1500 يا 1600، لا مش سي سي، 1500 حصان او 1600 حصان. والمميز في العربيه دي قوي انها بتيجي بست بزابيز شكمان. رقم 1 بقى واللي بتيجي بسعر 28 مليون دولار رولز رويس بوت تيل او رولز رويس تتة المركب، ودي تعتبر الاندر في العالم. العربيه دي اتصنع منها 3 حتت بس ومش هتصنع منها تاني، واصحاب العربيات دول مجهولين الهويه، بس في واحد منهم تاجر لؤلؤ قد الدنيا. وتصميم العربيه دي مستوحى من اليخوت الفاخره، مش المركبه تفاحه للسفر والسياحه، لا اليخوت الفاخره اللي انت بتشوفها في احلامك بس. والمواد المستخدمه في العربيه دي تعتبر من الافخم والاجود على كوكب الارض. قول لي انت بقى يا كحيان، الفلوس اللي معاك هتجيب لك ايه؟